طبعا المرأة اللي ما بتعرف تطبخ في جدر الضغط الصح، جدر الضغط الصح نفس هالماركة زين، او اللي يكونون الماني او ايطالي، البيت اللي ما بيطبخ بجدر ضغط صح، اوكي، بيت ما يعرف للاكل طعم، لان جدر الضغط زي الحديد هذا يعمل ضغط نفس الشيء، وجدر الضغط اللي يكون ستان ستيل يحبس الطعم جوا الاكل اللي تطبخينه، بتسوين مرق، بتسوين اي شيء يحبسه جوا، يخلي كل الفيتامينز والمينرالز ينعمل عليها ضغط داخلي عكسي، فراح تشوفون ان طعم الاكل حيل حيل مختلف حيل. فنصيحة اللي ما بيطبخ بجدر ضغط بس ستان ستيل، يا تكون ماركة ألمانية أو ماركة إيطالية، يعني أنا هذا الماركة اللي عندي اشترك 7 شيفات عالميين في إنه يطلعون فكرة جدر الضغط هذا، كيف توزيعة النار وكيف يطبخ وكيف الحرارة وكيف يكون صحي وكذا، وكيف يكون سيف، يعني سيف يعني أمان، كيف يكون امان ما انه يسوي مشاكل او شيء زي كذا. تمام، الحين شوف مو راضي يفتح لين يطلع من هنا، هذه تفك ليفتح. فنصيحة المرأة السنعة الشاطرة اللي تبي طبخها لا ابوها ينسى ولا اخوها ولا زوجها ولا الناس ولا حد، تطبخ بجدر الضغط. اوكي اخو فتح، اديله. شوفوا اللحمة كيف ذابت وتفتتت. طبعا هذا لحم بيبي، خروف صغير وزنه 6 كيلو. تمام، شوفوا كيف تتفتت في الضغط، فتصير سهلة على الهضم. شغلة ثانية ترمي كل فوايدها في المرق حقها. شوفوا طبعا هذه الطماطم احنا ما راح ناكلها، فقط البطاط، بس حطيتها جست اخذ لنا فليفر يعني. على الأكيد خذيت موية اللحمة، أوكي، وحطيتها طبخت فيها الرز. فإيش بهالحالة أنا الرز عندي صار كله معادن وفيتامينات وأحماض أمينية، أوكي، فجسمي ما عاد يحتاج شيء كثير، وفي نفس الوقت عندي مرق اللحم وعندي اللحم وعندي البطاط. اللحمة في نظام الطيبات أو حتى في الأنظمة العلاجية هي مرة مرتين في الأسبوع مش أكثر. أينو الموضوع صعب بس هو كذا عشان الجسم. لكن أنا شو أسوي لما أطبخها في الضغط في جدر الضغط؟ شوفوا كوفي باي شمس. إنزين لما أطبخها في جدر الضغط أنا راح أخلي هضمه أسهل، حتى لو كليت في الأسبوع 3 مرات 4 مرات ما عندك مشكلة. مش زي ما يكون اللحمة تكون العردة اللحمة لا، لما يكون فيها عرادة نو، لكن اللحمة لما تكون طرية ما يكون هضمها صعب. ليش أنا أطبخ دايم في جدر الضغط؟ هذا الرز الآن، ويلا قربوا قربوا قربوا.